وهنا الماضي ما بقاش مجرد ذكرى، لأ هو بقى بيأثّر في حياتك بالفعل، وكمان في علاقاتك وفي نظرتك حتى لنفسك. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نقطتين، النقطة الأولى إحنا متعلقين بإيه فعلًا، والنقطة التانية ليه بنرجع للماضي حتى لمّا يكون هو سبب وجعنا. والنهارده هنكمل معاكم في النقطة التالتة، إزاي تعرف إن الماضي بدأ يسرق منك الحاضر، والنقطة الرابعة والأخيرة إيه الخطوات العملية اللي تساعدنا نخرج من الدايرة دي من غير ما ننكر اللي حصل ومن غير ما نفضل عايشين فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى قاسم ودي سطور من حياتنا اليومية بنناقشها مع بعض. يلا بينا نبدأ. في فرق كبير بين إنك تفتكر الماضي وإنك تعيش فيه. كلنا بنفتكر لكن مش كلنا بنقف عند الذكرى. المشكلة بتبدأ لما الماضي يبقى هو العدسة اللي بتشوف بيها حياتك كلها. تتعرف على شخص جديد فتقارنه بشخص قديم، أو تجيلك فرصة فتضيعها بسبب إنك خايف من إن اللي حصل قبل كده يتكرر. حد يمديلك إيده فتبعد لأنك لسه فاكر الشخص اللي خذلك. وهنا الماضي ما بقاش مجرد ذكرى، لأ هو بقى بيأثر في حياتك بالفعل، وكمان في علاقاتك وفي نظرتك حتى لنفسك، وأوقات كمان بيأثر في أحلامك. خليني أقولك حاجة يمكن تكون مؤلمة شوية، لكن هي الحقيقة. الماضي مش بيسرق منك وقتك، هو بيسرق منك الفرص اللي قدامك، لأنك طول ما عينك شايفة بس اللي فات مش هتشوف اللي قدامك بوضوح. وده السبب إن في ناس بعد سنين تكتشف إن أكبر خسارة في حياتها ما كانتش اللي حصل زمان، كانت السنين اللي ضاعت وهي مستنية الماضي يتغير أو يرجع. وده عمره ما هيحصل. الماضي انتهى، لكن الحاضر لسه بين إيديك. والسؤال الأهم مش إيه اللي حصل زمان، السؤال إيه اللي بيحصل في حياتي دلوقتي بسبب اللي حصل زمان. لأن إجابة السؤال ده هي اللي هتحدد مستقبلك بجد، وتخليك تبدأ تاخد خطوة جديدة في حياتك. النقطة الرابعة والأخيرة، هل في خطوات عملية تساعدنا نخرج من الدايرة دي؟ بعد كل اللي اتكلمنا فيه يمكن تتوقع إني أقولك انسى الماضي، لكن الحقيقة دي أسوأ نصيحة ممكن أي حد يسمعها. لأن النسيان مش قرار، ولو كان بإيدينا ننسى ما كانش حد فضل متألم كل السنين دي. اللي تقدر تعمله فعلا هو إنك تغير علاقتك بالذكرى، بدل ما كل مرة تيجي تفكر فيها تعيشها من جديد. اتعلم تشوفها جزء ماضي من قصتك مش حياتك كلها. افتكر إن كل تجربة حتى لو كانت مؤلمة علمتك حاجة جديدة، خليتك أنضج شوية، علمتك مثلا تحط حدود، أو خليتك تكتشف نفسك أكتر. وده مش بيبرر الألم، لكن بيخلي الألم له معنى. وفي حاجة تانية مهمة جدا، لو اكتشفت إنك مشتاق لإحساس معين اسأل نفسك، هل الإحساس ده مستحيل ألاقيه تاني؟ لو كنت مشتاق للاهتمام ممكن تلاقيه في علاقة جديدة وكويسة ربنا بدلها ليك بالحلال عن العلاقة القديمة. ولو مشتاق للأمان ممكن تبنيه جوه نفسك قبل ما تدور عليه عند حد، حتى لو كان ده صعب عليك شوية. أو لو كنت ندمان على قرار، افتكر إن كل إنسان بيتعلم وهو بيغلط، ولو كنا بنعرف نتيجة كل قرار قبل ما ناخده ما كانش حد غلط أصلا. سامح نفسك، مش لأن اللي حصل كان سهل، لكن لأنك تستحق تكمل. لأن الإنسان بيتغير، والنسخة اللي غلطت زمان مش هي نفس الشخص اللي واقف النهاردة. ما تخليش لحظة من الماضي تحكم على عمرك كله، لأن ربنا دايما بيفتح أبواب جديدة للي يقرر يمشي ناحيتها. ويمكن أعظم هدية تقدر تقدمها لنفسك إنك تسمح لها تعيش اللي باقي من عمرها بدل ما تفضل حبيسة للي فات. وقبل ما أنهي معاك يا صديقي عايز أقول لك كلمتين. يمكن المشكلة عمرها ما كانت إنك مش قادر تنسى الماضي، المشكلة إنك فاكر إن حياتك وقفت عنده. لكن الحقيقة الماضي ده جزء من قصتك مش نهاية القصة. ولو فضلت كل يوم ترجع لنفس الصفحة دي عمرك ما هتعرف اللي مكتوب في الصفحة اللي بعدها. افتكر دايما مش مطلوب منك تمسح الماضي، المطلوب إنك تمنعه إنه يكتب مستقبلك. ولو وصلت لحد هنا اكتب لنا تعليق بالحاجة اللي انت متعلق بيها واحنا نحاول نساعدك تتخطاها إن شاء الله. وأخيرا أتمنى يا صديقي تكون خرجت من الحلقة دي ولو بسطر واحد يغير حياتك. شكرا على وقتك الجميل، وما تنساش لو عجبتك الحلقة شيرها مع اللي بتحبه، اشترك في القناة ودعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.